قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية بنيران القوات الحكومية والتحالف العربي في محافظة الضالع جنوبي اليمن. قالت مصادر عسكرية إن نحو 8 من عناصر ميليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران القوات الحكومية والتحالف العربي بقيادة السعودية في مواجهات شهدها قطاع بطار شمال غرب الضالع مساء أمس. وأضافت أن تلك المواجهات أسفرت عن مقتل جندي من القوات المشتركة الحكومية وإصابة آخر. وفي وقت سابق من ظهر أمس الجمعة استهدفت مدفعية القوات الحكومية تعزيزات حوثية استخدمتها الميليشيا إلى مواقعها الأمامية باتجاه قطاع الفاخر الشمالي المحافظة. ومنذ أسابيع تكثف ميليشيا الحوثي من هجماتها على مواقع الجيش والدفع بتعزيزات جديدة إلى مواقعها في مختلف جبهات القتال، وذلك ضمن تصعيد جديد مع أنباء عن تعثر المشاورات بشأن التوصل لاتفاق هدنة جديد ترعاها الأمم المتحدة وأطراف دولية وإقليمية من بينها السعودية.